امي عايش امي ربي فضلك بالله لا تخليني والله انا مرضت ولدت نمشي بالدويات والله عايش امي ربي فضلك الله يعيشك والله ما نحملش فيك انت لا دقة الشوكه لا انت لا بابا لا معناتها انت امي والله انت عملتي معايا الخير عملتي معايا الخير اكثر من امي اللي جابت لي والله التمثيل هذا عملته 20 مره والله صحيح امي والله نحبك والله انا مادامني جبتك لأنا راني نحبك يعيشك اعطيني فرصه سامحني عايش امي الله يفضلك لحظه يا فتحيه الله يرحم والدي فتحيه الله قلت لك في بنيتك قلت لك في مؤيد الله يعيشك وين قد في امه فتحيه خليني نتكلم بيعز عليك برشا فتحيه فتحيه نعم خليني نتحاور معها كيف تسيري يعيشك الموضوع امي بالله الله يعاوني الله يعاونك ربي باش انا تعبت اسكت ما تتكلمش فتحيه انت تخسر حاجه كي تتصالح انت وياها والا لا؟ قل ليش باش تخسر كي تتصالح معها؟ خاطر هي ماشي تصرح هو قدامها مانيش ماشي تصرح سامحني يا فتحيه ما تكلمش طبعني يا سيد انت تخسر حاجه كي تتصالح انت وياها جربها مره اخرى بالك تتصلح عذبتني يا بنتي ما نحكموش على الشخص اللي عشت انا معاها خلينا نتكلم ايش بقلبك كاسح انت والله ليه والله ليه بالعكس خلي قلبك باهي وخليك انسانه تعطي فرصه للناس تو تبارك الله في عمرك انت يا مدام احسبها قد بنتك ما عندها حسبتها وعملت خليني نتكلم تو مش نقول لك احسبها باش تقول لي حسبتها وهي عامله درجه خليني نقول جمله مفيده معاك القلب الكاسح راهو ما عنده وين يوصل ابدا صفحه جديده تسمع فيا ابدا صفيحه جديده وخلي يشوف البنيه تتصلح والا لا يا اخي ما تسخفكش البنيه ما تغيظكش هكا خلتنيش في قلبي رحمه يا بنتي نعطيوها فرصه اخيره سؤالي لي كيفاش باش ترجع هي حكايتها كلها خاطر ناخذ الصوت كان ترجع غدوه لنفس الحكايه نعاود نرجعها مره اخرى والله ما ترجع وتفوت احسن منها تعدى غادي منها اسمعني اللي كذبت وقالت حكيت اسمعني نرجع مره اخرى انا صاحب الصبع العذراء امي كان نرجع من ايوه راجل امورها يا بدي راهي خطيتها راني بعيد عليها تبعدني على بنات ما تكذبليش على بنات ما تكذبش لحظه فتحيه بتكلم فتحيه لا خليني ننهي الموضوع